فاضل على كاس العالم 28 يوم، عشان كده خلوني اخدكم معايا في رحله لمده 48 يوم هنتكلم فيهم عن ال 48 منتخب اللي مشاركين في كاس العالم. والنهارده اليوم ال 21 وهنتكلم عن منتخب النرويج. اخواتنا الفايكنج اللهم بارك، يعني احنا مش بنحسب. النرويج من المنتخبات اللي ظهورهم مش كبير قوي في كاس العالم، بس لما بيظهروا بينكدوا على اي حد هيلاعبهم. اللي هو انا ممكن ما اتقالش من المجموعه اصلا بس هضايقك، لا هنكد عليك. يعني مثلا في التسعينات النرويج كانت بتقدم كره قدم غريبه جدا والبعض بيشوفها ممله، لكنها كانت فعاله وقاتله جدا. الطريقه دي اتسمت بفلو باس. عارفين باص لصلاح؟ اهو هي نفس الفكره. يعني الدفاع بيلعب كره طويله عاليه جدا بيستلمها المهاجم بتاعهم تورو اندري فلو، واللي كان طوله 193 سم. يقوم المهاجم المحترم ده منزلها بدماغه للناس اللي جايين من ورا، جول. عموما انا حاسس ان هم لسه محافظين على نفس الاسلوب، يعني بس هم دلوقتي بيطلعوها لهالاند وهو بيروح ياكل المدافعين والجون والجمهور اللي ورا الشبكه وكده. يعني ان انا مش محتاج ارجعها لحد. كمان من الحاجات اللي بيفتخر بيها النرويج لغايه النهارده ان هم تقريبا المنتخب الوحيد في العالم اللي قابل منتخب البرازيل اكتر من مره وما خسروش منهم ولا ماتش. لعبوهم 4 مرات، حققوا فوزين وتعادلين. اي نعم فيهم مره متفوته بس عادي يا عم اللي تشوف. وفي مونديال امريكا 94 كانت النرويج في المجموعه الخامسه مع المكسيك وايطاليا وايرلندا. وبعد ما خلصت ماتشات المجموعه الفرق الاربعه اتساوت في كل حاجه، كل فريق عنده 4 نقط ومتساويين في فرق الاهداف، بس راحوا استبعدوا النرويج عشان سجلوا جون واحد بس. هم يستاهلوا الصراحه، بس تخيل معايا ان النرويج خرجت من المجموعه رغم انها معاها نفس النقط اللي مع متصدر المجموعه وما تاهلتش اصلا في الثلاث فرق اللي تاهلوا من المجموعه، يعني هي بس اللي خرجت. كان مشهد هو الاغرب في تاريخ دور المجموعات في تاريخ كاس العالم. اخيرا هفكركم بحاجه صغيره حصلت في مونديال الشباب في 2019 وكان نفس الجيل الحالي اللي اتاهل مع منتخب النرويج. النرويج كسبوا ماتش قدام الهندوراس 12-0 والشلحف اللي اسمه هالاند جاب 9 اهداف لوحده. انا بس عندي تساؤل، هل ده ممكن يحصل بعد 28 يوم؟ قولوا لي في الكومنتس. يلا ربنا يستر على اخواتنا العراقيين بقى.